السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. النهاردة هنعمل مع بعض المزاليكا أو أكلة الشعبية بتاعتنا الكبد والقوانص. كل اللي محتاجينه بصلتين، فلفل حامي وفلفل بارد، وده فلفل عندي متفرز أحمر، وتوم وطماطمايه. أنا معايا القوانص غسلاها كويس جدا وسلقتها، قطعتها قطع صغيرة وحطيتها في طاسة. هحط عليها أي مادة دهنية سواء زيت، سمنة على زيت، سمنة بس اللي يريحكم. صلوا على النبي يا جماعة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معانا وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أنا حطيت معلقة سمنة وشوية زيت. هدي القوانص اللي أنا سلقتها وقطعتها في السمنة والزيت، اديها تشويحة، وانزل بعد كده بالقلوب برضو اديها تشويحة، واخر حاجة الكبد بتاعتنا. حاجة كده ما شاء الله. هنزل بالفلفل والبصل مع بعض، اديهم تشويحة برضو. بصل اهو فرمته في الكبة، وبعد كده هنزل بالبهارات بتاعتنا، شوية ملح، أكلة في منتهى البساطة. احنا عارفين ان الكبدة ما بتاخدش وقت خالص، مادام القوانص استوت يبقى كده أكلتنا تقريبا خلصت. ده شوية كزبرة، شوية كمون، شوية فلفل اسود، اديلها تقليبة، وبعد كده اضيف الفلفل الاحمر والثوم مع بعض. الريحة قلبت الدنيا ما شاء الله. ونص ليمونة هعصرها على الكبد بتاعتنا. واخر حاجة المكعبات الطماطم اللي انا قطعتها، هي طماطمية واحدة قطعتها مكعبات صغيرة وضفتها على الكبد بتاعتنا، اديها تشويحة وخلاص خلصت اكلتنا. كده طبقنا جاهز. طلعت روعة وطعمها الله أكبر يجنن. بسم الله ما شاء الله. محب الكبد والقوانص هيعشقوا الوصفة دي. ده عيش بلدي بتاعنا من الفرن، تحفة. بسم الله ما شاء الله، الطعم تحفة. يا رب تكون طريقة عجبتكم لأكلة المزاليكا الشعبية بتاعتنا. ألف هنا والسلام عليكم.